مساء الفل، انا الدرش وجايب لكم تشكيله مشروبات مستورده ما حدش جربها قبل كده. فيهم اللي طعمه هيكمل معانا وفي اللي هيترمي في الزباله عادي. وانت بتتفرج ما تنساش اللايك وتشترك في القناه. ولو عندكم ترشيحات لمنتجات تانية غريبه اكتبها لي في الكومنتات، هنجربها مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجايه. طيب انا كده هبدا اجرب كل مشروب واقول لكم رايي فيه واحاول اوصف لكم الطعم بتاعه، وفي اخر الحلقه هنختار افضل 3 مشروبات فيهم واسوأ 3، وكمان هقول لكم على افضل واحد من رايي الشخصي. الفيمتو ده شكله كده هو عباره عن ايه؟ عباره عن عنب وتوت بري. بلد المنشأ بتاعته يعني هو بيتعمل في بلاد الخليج، في دول الخليج، وبيتعمل كمان في بريطانيا. هنفتحه بقى ونجربه مع بعض. اجيب الكوبايه. انا عارفه اسمه ايه ده، الشرب بتاع الاطفال بتاع الاسهال ده. ايه ده؟ ده شكله كده، هي ريحته يعني صناعيه جدا ماشي هندوقه ونشوف طعمه عامل ازاي. ده شكله كده. شربات فراوله. شربات فراوله. هو فيها طعم صناعي في الاخر يعني، هو الصودا قليله فيه يعني، هو مفيش اضافه يعني. انا بحاول والله. هو هقول لك اقرب لايه، هو اقرب لحاجه ما بحبهاش. هقول لك، عارف الشيبس رمان؟ زود عليها، هقول لك تزود عليها ايه. عارف دواء اوليفنت بتاع الكحه؟ زود عليها دواء اوليفنت بتاع الكحه. يعني طعم التوت والتوت البري هو العنب اكتر حاجه باينه، التوت مش باين خالص. هو اصلا كاتب لك على الكوبايه لاف ذا تيست اور يور ماني باك، فده مستورد. مش عارف اروح ناخد فلوسنا من مين. الفلوس بتاعتي فين؟ فلوسي فين يا ابني؟ ملخص التجربه، هو طعمه اقل من اي حاجه موجوده في السوق يعني، اقل من البيبسي وحتى الحاجات المصريه زي سبيرو سبوتس، الحاجات دي احسن منه بكتير. فعلى سعره مش عارف يعني، هو مش رخيص. هكتب لكم السعر كده كده، بس هو تجربه مش لذيذه خالص يعني. هنشوف بقى هل هيبقى من اسوأ الحاجات معانا في الحلقه ولا لا. البرين ليكر، تحويسه الدماغ. حد هيلحس لك راسك. ده الشكل بتاعه كده. هو التصميم بتاعه اكتر موجه يعني للاطفال، في روح اطفال. في كرتون كان زمان بيجي كده نفس الشخصيه اللي مكتوبه المرسومه دي. ايزي كاندي درينك. طيب بلد المنشأ بتاعته اسبانيا. تعال نفتحه ونجربه. مستورد يعني. اوه اوبا اوبا. ده الشكل بتاعه كده. هي ريحته بلو بيري قوي. هو في الاخر حموضه كده تمزز نفسك كده جامد. هو في حموضه عاليه، الصودا بتاعته عاليه، وفي حاجات بتفرقع في البق، في حاجات تحس انها بتفرقع في البق. لا في الاخر في والله بقي ايه ده؟ والله مجزعني. عارف التجزيعه بتاعت السكر دي، بس مجزعه حامض، حاجه حامضه قوي يعني. هو لونه حلو وطعمه يعني طعمه مش وحش. تجربه حلوه قوي على فكره يعني. عايز تعمل مقلب في حد ممكن تجيبه لي تعمل بيه مقلب. ملخص التجربه، هو طعمه جديد وافتكاسه وممكن تعمله مقلب في حد من صحابك. هي تجربه حلوه يعني، الواحد مش زعلان ان هو جربها يعني، فهو جميل وكل حاجه. البيريور سيرتون فيرت ده بطعم اللايم. ما يعرفش ايه اللايم ده، والله ده ليمون بس مش الليمون بتاعنا الاصفر، في نوع تاني ليمون كده بره اخضر وصغير طعم اللايم ده. هنشوف بقى هل في اختلاف ما بين طعم الليمون العادي واللايم ده ولا لا. وكمان في ميزه في المشروب ده، هو المشروب ده معمول في فرنسا. الميزه فيه ان هو من غير سكر ومن غير كالوريز، فالناس اللي ممكن تبقى مش حابه تشرب كولا او كده بس خايفه من السعرات، فده هيبقى مناسب ليهم قوي. طيب هنفتحه بقى. يعني هو شكل السيفن اب او السبرايت يعني، مفيش اختلاف كبير. ريحته ليمون حامضي كده، في الاخر حمضه، وتحس ان انت هتمص الليمونه نفسها. ايه ده؟ ده ما فيهوش سكر بجد ولا حتى ستيفيا. من غير سكر. عارف كده بتيجي تشرب بيبسي من غير سكر؟ لا مش زيرو شوجر، انت مش فاهم. عم تشرب شاي من غير سكر؟ حساب بيبقى تخفيله. شاي من غير سكر يعني اللي هو ايه ده الشاي ده؟ سبرايت من غير سكر. لا هو طعمه ده اللي بجد طعمه كولونيا اللي عند الحلاق. والله العظيم كولونيا اللي عند الحلاق اللي بتتبخ دي عشان الموس. ما تكترش يا عم جilberto. هي حصلت. والله كولونيا جدا جدا جدا. ملخص الكولونيا، البيرير سيترون فيرت ده بيرير بطعم الكولونيا الخمس خمسات من عند الحلاق.
ما اعتبرش ان في اي حد ممكن يجرب البتاع ده تاني او يجيبه حتى يجي، يعني ما حدش هيحب الكلام ده. الكاندي كان، الكاندي كان دي بطعم الصور ابل، تمام. هو اكتر حاجه عجبتني في الكان دي الشكل بتاعها، الشكل بتاعها حلو قوي. هقول لكم برده معلومات عنها. الكاندي كان صور ابل دي من الولايات المتحده بريطانيا، تفاح حامض. هعرف لكم برده هي زيرو شوجر ولا لا. هي زيرو شوجر فعلا، يعني ما فيهاش سكر خالص وما فيهاش سعرات، بس هل ما فيهاش سكر يعني طعمها يبقى عامل ازاي؟ هنجرب مع بعض. نجيب كوبايه. معانا اكتر من حاجه في الكاندي كان دي، فده يعتبر اكتر طعم عادي يعني معروف. هنجرب بقى كده ايه الطعم بتاعها. هي ريحتها فانت تفاح عادي خالص. ده الشكل بتاعها. يلا ندوبها. هو فيها طعم سكر بس هي زيرو شوجر، يعني ممكن تكون بقى السكر اللي فيها ستيفيا ولا حاجه. بس انا هحاول اشرح لكم هو الموقف. هي قريبه من فانتا تفاح احمر، بس في الاخر في طعم سكر صناعي جاي كده من بعيد. الصودا بتاعتها حلوه، الصودا بتاعتها معتدله. عايز اقول لك ان هو اختراع مش وحش، هو اختراع حلو، يعني هي طعمها حلو، يعني انت لو جربت مره واتنين لا هتعجبك. فملخص تجربه الكاندي كان الصور ابل طعمها كويس، جربها هتعجبك، ولو انت جربتها اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. الكاندي كان دي بالكوتون كاندي، يعني دي بطعم غزل البنات. يا ترى هيعملوا غزل البنات في الصودا ازاي؟ هي برضو زيرو شوجر من بريطانيا. تعال نفتح ونجرب. يا ولاد اللعيبه، يا ولاد اللعيبه. حد بقى يمشيني من هنا؟ اطلب الاوبر. حد يمشيني من هنا، مش هينفع الكلام النهارده ده. غزل البنات اللي هو اللي في الكياس ده حلو 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 جدا، ريحته حلوه قوي. يعني هو شفاف معكر سنه كده. انا متحمس قوي اجربها. تفتكروا طعمها هيبقى عامل ازاي؟ عارف انت ما حطوا اللبان في الشيشه بقت شيشه لبان. كان الموضوع غريب في الاول، بس لو كان عايز اقعد اللبان اللي في الشيشه. لا ايه ده، عاملينها صح قوي، عاملينها صح قوي. عارف لما تحط غزل البنات في بقك ويبدا يدوب في بقك، هو نفس الفكره بالظبط، بس في الاخر مش بيتجمع سكر في بقك زي غزل البنات. بس وانا بكلمك دلوقتي الافتر تيست في بقي جامد فشخ غزل البنات. لا لا لا، الطعم ده يعني خطير. ملخص التجربه، انا عجبني جدا الكاندي كان الكوتون كاندي حلو قوي كمان من غير سكر، وده ينفعنا عشان انا ما بشربش بسكر. هجربه تاني وانصحكم ان انتوا تجربوه. الموجو موجو. الموجو موجو ده مشروب اسيوي، هو بيقول لك ان هم مدمنينه في اسيا، جايب منه اطعمه كتير هنشوفها مع بعض. هو ده اللي معايا دلوقتي، ده بالووتر ميلون يعني بطيخ، وهو بقى ميزته ان هو بيبقى فيه قطع جوز هند في كل طعم من الاطعمه اللي احنا هنشوفها دي. فهل هو بقى عصير او هو صودا؟ هو مش مكتوب، فهنشوف مع بعض. تاني معمول في تايلاند، يعني ريحته بطيخ قوي. بس عارف بطيخ انهي؟ بطيخ بتاع ترايدنت. عارف طعم البطيخ بتاع ترايدنت؟ في قطعه نزلت صح؟ طيب ده الشكل بتاعه كده. نجرب. انا بقي باظ النهارده. عيب يا جدعان. هم مدمنين ده؟ طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ بجد والله؟ ده اكيد الصين وكوريا يعني ده اكيد مش مدمنين عندنا في الخليج يعني. هو عصير مش يعني، اولا هو عصير مش صودا. انا بس مستغرب، هو المفروض ان القطعه اللي فيه انها جوز هند، بس هي ناعمه قوي، يعني هي ناعمه يعني ايه بتدوب مش بتدوب، هي يعني ملساء قوي. يعني انا استغربت اول ما انا باكلها اللي هو ايه ده. وبعدين انا مستغرب اصلا هم عاملين ازاي جوز الهند قطع يعني ومش ناشفه، لان هي طريه جدا. بس عارف انت بطيخ اللي سكره زايد مع القطع بتاعه جوز الهند دي. هقول لك، شفت الراني الحبيبات جايه، بس هو خوخ وكان بيبقى فيه قطع خوخ. ده بقى طعم بطيخ وفيه قطع جوز هند بطعم الجيلي، يعني جيلي جوز هند. ده كده اقرب حاجه ليه. طعمه حلو بس مش لدرجه ان احنا يعني وانا اشتريه قال لك ان ده يعني ادمان في اسيا وكده، الناس بتحبه جدا وبتشربه جدا. يمكن انا البطيخ ما عجبنيش. ده هنشوف الاطعمه الثانيه لو موجوده ونجربها. الموجو موجو ستروبري ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن طعم الفراوله، عصير طعم الفراوله وجواه قطع جوز هند. هل الميكس ده يبقى عامل ازاي؟ نجيب الكوبايه ونجربه. انا مش عارف ده هل مثلا بيترجى ولا لا قبل ما متهيألي لا. هنفتحه كده. ريحه الفراوله بتاعت ترايدنت، ريحه الفراوله بتاعت ترايدنت يا جماعه. اللي بياكل لبان ترايدنت
ده لونه كده. يلا نجرب. لا صدق ريحته مش ترايدنت، ريحته معطر فريده فراوله. معطر فريده فراوله اللي هو جامد ده، عارف لما تقفل المكتب وتطبخ وتسيبه شويه ترجع تاني مع التكييف تلاقي. لا الميكس ده رايق قوي. البطيخ ما كانش لايق مع جوز الهند، انما في الميكس ده لا الفراوله ماشيه حلوه قوي وطعمها حلو قوي ومتجانس قوي مع طعم جوز الهند. هدوقه تاني عشان طعمه حلو. ليهم حق يدمنوه خلي بالك، تحفه طعمه حلو وجامد جدا. ده ملخص التجربه، طعمه حلو قوي الموجو موجو بطعم الفراوله. لو حد جربه يكتب لنا رايه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. الموجو موجو اورنج ده عباره عن عصير برتقال وفيه قطع جوز هند، فهل الميكس ده هيركب مع بعض ولا لا؟ هنشوف مع بعض. بقول لك ايه، المنتجات دي ريحتها حلوه قوي. هو ريحته تانك برتقال، عارف تانك برتقال؟ ريحته تانك برتقال قوي يعني. طعمه مش تانك برتقال. عارف البرتقال السكري اللي ما فيش حمض، مش حمضي خالص، هو طعمه سكر يعني برتقال مسكر وفي قطع جوز الهند. هو طعمه مش راكب معايا يعني، الفراوله بالنسبه لي احلى منه بكتير. ملخص التجربه، هو ما عجبنيش الموجو موجو اورنج ده، طعمه ما عجبنيش. الميكس بتاع البرتقال وخصوصا البرتقال مسكر مش طعم البرتقال اللي احنا عارفينه، مع جوز الهند مش راكب يعني، مش احسن حاجه. الموجو موجو خوخ، عصير خوخ وفيه قطع جوز هند. ده بلد المنشأ بتاعته تايلاند. هندوق كده الطعم بتاعه، شم ريحته الاول. ريحته خوخ عاديه خالص. هو انا مش عارف ليه هم ممكن يحطوا جوز هند او قطع جوز الهند مع العصير، ومش راكب معايا ان جوز الهند طري قوي كده، لان انت المعروف عن جوز الهند او الثمره بتاع جوز الهند ان هي قويه يعني. طعمه انا عرفت هقول لك طعمه ايه، عباره عن ايه بالظبط. بص هو جوز الهند طعمه مش بان خالص، ولا الجيلي بتاع جوز الهند. هو بالظبط راني خوخ، هو بالظبط راني خوخ، هو ما فيش اي حاجه اضافه حتى فوق اقول لك عليه. هو راني خوخ بالظبط، الحبيبات جايه فاهم، هتاخد الكوبايه دي تجري معاه. بس دي التجربه بتاعته. هو ممكن يكون الفرق الوحيد بينه وبين الراني ان القطع اللي في الراني خوخ طعمها خوخ، دي طعم خوخ مغطي، فهو مش باين انها جوز هند اصلا يعني، او انها جيلي يعني، طعمها داخل في طعم الخوخ على طول. انما لو جيت تاكل قطع الخوخ اللي في الراني التيست بتاعها نفسه هو خوخ. ملخص التجربه، طعمه كويس بس مش اضافه يعني، ما جيبوش تجربه تاني يعني، هو حلو بس للتجربه ما جيبوش تاني يعني. الموجو موجو اناناس، ده الشكل بتاعه كده، ده بطعم الاناناس. ده عباره عن عصير اناناس فيه قطع جيلي جوز هند، ده متصنع في تايلاند. تعال بقى نشم ريحته ونجربه. ايه ده، فوار فواكه، فوار فواكه قوي. تعال نجربه نشوف. ده الشكل بتاعه كده، هي الريحه بتاعته فوار فواكه، في ريحه حاجه فواره فيه. هندوق بقى واقول لكم. هو طعم الاناناس باين بس فيه سكر زياده يعني، ومفيش المزه بتاعت الاناناس دي يعني. طعم مقبول حلو بس يعني ما حدش جربه تاني. ملخص التجربه، طعم الاناناس باين. جوز الهند برده مش عامل الميكس التمام قوي مع الموضوع الاناناس. شايف ان الفراوله مع جوز الهند كانت في حته تانيه خالص، وهي بتهيألي احلى حاجه في الموجو موجو. إليشا ده منتج متصنع في تايلاند. هي الميزه فيه هو منظر العلبه نفسها او الكان نفسه مختلف. ده اورنج، احنا معانا كل الاطعمه بتاعته وهي كلها برده لون السبرايت كده، مفيش اختلاف خالص. والميزه ان الكالوريز بتاعته منخفضه قوي يعني، هو 52 كالوريز كله على بعضه. إليشا انا مستغرب جدا ان هو اصلا اورنج وشفاف يعني، انا مش عارف هم عاملينها ازاي، فهنشوف ده هيأثر في الطعم ولا لا. هو شفاف خالص زي ما انت شايف كده، المفروض ان هو طعم الاورنج ومش مكتوب ان هو زيرو شوجر ولا اي حاجه يعني، هو المفروض ان هو ده هيطلع معانا، المفروض ان ده هيطلع معانا برتقال. ازاي انا مش عارف يعني، هو شفاف خالص. عملوها ازاي دي؟ ده برتقال مش عارف يعني، هم عملوا ايه؟ عصروا برتقال وصفوه في الصفايه اللون بتاعه ولا هي فانتا برتقال عاديه خالص بس لونها شفاف. يمكن ما فيش الميزه في الفانتا برتقال او الميريندا برتقال ان هي بتكون الصودا فيها اعلى شويه، دي الصودا فيها اقل شويه،
وبتسيب طعم صناعي في الاخر في البق كده. فملخص التجربه طعمها حلو وتجربه جديده، اللي عايز يجرب حاجه جديده ممكن يجربها، ولو جربتها قبل كده اكتب لنا رايك في الكومنتات واعمل لايك للفيديو وما تنساش تشترك في القناه. اليشا جرين ابل ده المفروض ان هو مشروب مشهور قوي في تايلاند، ومكتوب كمان عليه ان هو حلال، وميزه المنتج ان هو ككالوريز هو 52 كالوريز بس، 52 كالوري بس، فده يناسب اكتر ناس عامله دايت. بس خلي بالك ان ال 52 كالوريز معظمهم سكر، يعني هو مش هيفيدك قوي زي ما انت متخيل، هو مش مشروب للدايت. ريحته تفاح اخضر عاديه جدا. تعال بقى نجرب. هو الحلو برضه ان هم عاملين المشروبات بتاعتهم كلها شفافه، فاهم؟ بس انت لو داخل المكان نفسه بتطلب هتتلخبط ما بينهم. يعني الطعم بتاعه تفاح بس من غير طعم السكر خالص، يعني كأنك جبت فانتة تفاح وسحبت منها السكر. طعم حلو هينفع الناس. انا مش عارف ازاي هم كاتبين ان المفروض فيه 18 جرام سكر في الموضوع، انا مش حاسسهم في التيست خالص. الطعم بتاعه ما فيهوش سكر خالص، هو التفاح بس، كأنك تاكل تفاح حقيقيه، تفاح خضر، يعني طعم السكر مش باين خالص. بس يعني تجربه كويسه للناس اللي عايزه تجربه. ما ضافش جديد غير الموضوع ان انت لو عايز تاخد تجربه التفاح الاخضر من غير سكر، يعني مش عايز تحس بطعم السكر. ده ملخص التجربه. اليشا كيكي ووتر ميلون. هو انا كنت فاكرها دوم، سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها كيكي. كيكي كيوي. اليشا كيوي ووتر ميلون. ده الشكل بتاعها كده، يعني ده المفروض ميكس كيوي مع بطيخ، وطبعا الاثنين مش باينين في اللون خالص، يعني مفيش اي دليل على الكلام ده. بس على الله ما حدش ينخرب ورانا. ايه ده، هو في حد هينخرب ورانا؟ هندوق الريحه بتاعتها تبقى ايه دي؟ كيوي، ريحته كيوي. يلا نجرب الكيكي. مش عارف بصب كتير ليه، انا ما بشربش كله. ده الشكل بتاعه كده برده شفاف ما شاء الله، شكل مميز جدا. لا 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 لا، طعم البطيخ باين والكيوي كمان باين. الطعم ده سلام عليكم وعليكم السلام، هات لي قهوه وحجر كيوي بطيخ. ده الشيشه كيوي بطيخ. انا اول مره اشربها، انا كنت عمري فاهم كنت بشربها كده ما شربتهاش. لا طعمه كيوي بطيخ جدا. الناس اللي يعني الناس اللي بتدخن وبتاع، عشان انا بطلت تدخين، الناس اللي بتدخن هو الكيوي بطيخ جدا 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 جدا. طعمه حلو قوي. ملخص التجربه، الكيكي ووتر ميلون ده جامد. طعمه حلو وجديد وتجربه جامده قوي، خصوصا الناس اللي ليها في هيعجبهم قوي الكلام ده. يعني الناس اللي ليها في الشيشه فواكه وكده هيعجبها الكلام ده قوي. لو جربته قبل كده قول لنا رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتدوس اشتراك. اليشا مانجو. الاليشا ده عباره عن ان هو بلد المنشأ بتاعته تايلاند، المفروض ان هو مشهور قوي في اسيا والناس كلها بتشربه. الغريب في المنتج ده ان هو شفاف. نجيب كوبايه بس، ان هو مش عارف ازاي مانجا وازاي برده شفاف. وميزته كمان ان هو كله على بعضه 52 كالوري، يعني كل ده 52 كالوري. واللي بيعجبني زي ما انت شايف كده شكل الكنه بتاعته. عايز اقول لك انها بلاستيك، مش ما فيهاش اي ميتال خالص. تعالى بقى نحطه كده وناخد شمه. لا مانجا. انا اول مره اجرب بيبسي مانجا، يعني ما شفتش حد بيعمل مانجا دي. حد فيكم مانجا قبل كده صودا؟ اي صودا فيها مانجا؟ لا لا، احساس غريب. دي المانجا بتاعت تانك، دي مانجا تانك مع صودا فيها سنه سكر كده بالظبط. ملخص التجربه، طعمه جامد، طعمه حلو، تجربه حلوه قوي خصوصا للناس اللي عايزه تجرب حاجه جديده. الجرين كولا، هي شركه جرين وفي منها اطعمه كتير. فده اول حاجه معانا جرين بالباشون فروت. ده الشكل بتاعه، شكل الكنه بتاعته حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه اللي بيميز المنتج ده؟ اللي بيميز المنتج ده ان هو ما فيهوش سكر خالص، متحلي بسكر ستيفيا للناس اللي بتعمل دايت. ما فيهوش سعرات حراريه وما فيهوش كحول، يعني ما فيهوش كحول دي مش ميزه يعني، بس ده لو ما فيهوش كافيين بقى يبقى جامد قوي. لا مش كاتبين، يعني هنشوف، هم مش كاتبين خالص. هو ستيفيا بلند، نو شوجر نو كالوريز نو الكحول. الباشون فروت دي عباره عن فاكهه استوائيه. جيب كوبايه، تعال نجربه كده بالاستيفيا، لان المشكله في السكر الاستيفيا اللي هو بيسيب افتر تيست بعد ما تشرب الحاجه، او تشرب يعني لما بتحلي بيه حاجه بيسيب افتر تيست مش حلو كده. يعني ريحتها حلوه وبرده اللون بتاعها جميل. ده لونها كده. ايه ده؟ مش عارف اميز ريحتها، مش عارف برضه. هدوق بقى واشوف. ده مصري، ده في اليونان، صنع في اليونان. هو في طعم حمض كده، يعني عارف انت بشرب حمض الهيدروليك، كان اسمه حمض الاوكساميثازون.
لا يعني يعني التجربه ما اتمناهاش لحد، يعني انت فاهم، انتوا مخانيني في الشارع مش هقعد اخد بق من ده. لا ما عجبنيش خالص. انا كنت متخيل ان سكر الاستيفيا هيديني افتر تيست، هو ما فيش تيست عشان يديني افتر تيست، يعني هو وحش قوي. يعني ما مش عارف، لا ملخص التجربه بتاعته ان هو وحش، مش عاجبني خالص. ممكن يكون طعمه حلو لحد تاني، فلو جربته قبل كده اكتب لي رايك في الكومنتات، ما تنساش اللايك وتشترك في القناه. الجرين تشيري المفروض ده كده مشروب صودا بطعم الكرز. ده المفروض ان هو شوجر فري، المفروض ان هو متحلي بالاستيفيا، ما فيهوش اي سكر خالص. ده المكتوب على العلبه، المفروض ان هو بطعم الكرز. يلا نجربه كده. يعني ريحته ريحه كريز عادي، بس انا مش عارف ممكن يعملوا الكريز ده مشروب ازاي، يعني هيبقى طعمه عامل ازاي مش عارف. ده شكله كده، مش عارف يعني شمبانيا ولا ايه الرغاوه دي كلها. هو في طعم كريز، في طعم بس طعمه شربات، عارف شربات اللي بيبقى في الافراح، ما هو ميزز قوي في الاخر كده. هو طعمه مسكر بس في سنه مزازه في الاخر. الناس تحب الشربات هتحبه جدا، يعني هو رايح قوي الاتجاه ده. برضو الميزه ان سكر ستيفيا مش مدي افتر تيست، انا مش حاسس بيه خالص، هو طعمه شغال، وده ملخص بتاع التجربه. الصودا بتاعته كويسه وعاليه كمان، يعني الصودا بتاعته عاليه، يعني الناس تحب الصودا العاليه هتحبه برضه. مين ممكن يجرب حاجه زي كده؟ اللي بيحب يجرب حاجات جديده، وفي نفس الوقت الكالوريز بتاعتها ما بتبقاش عاليه، يعني كل ده على بعضه فيه 5 كالوريز، متخيل كل ده 5 كالوريز، فهتشرب منه براحتك يعني. جرين كولا، في حاجه غريبه قوي في المنتج ده بالذات. ايه الغريب في المنتج؟ الغريب في المنتج ده ان هو نو شوجر، نو كافيين، نو كالوريز، فانا مش عارف هو جوه هنلاقي شويه هوا، هو نو كل حاجه، هو بجد ده شكله كده اهو، هم مش كاتبين حتى هو كولا، تمام، بدون كافيين. دي حاجه حلوه جدا، يعني هو محلى بالاستيفيا بدون مواد حافظه، يعني المفروض ان هو هيلثي جدا يعني. هنجربه بقى، نفتح ونشوف. عاجبني قوي شكل الباكنج بتاعهم وشكل الكان حلو قوي. كوبايه، لا طعمه بيبسي مش كولا، في مزازه بتاعت البيبسي. طعمه حلو قوي، يعني طعمه، احنا طبعا عاملين مقاطعه بقالنا كتير ما جبناش بيبسي وكولا والجو ده. هو اقرب حاجه قلتها للبيبسي جدا، اقرب حاجه جربتها قريبه قوي من البيبسي، اقرب حتى من الفي كولا. طعمه حلو قوي، والميزه بجد ان هو ما فيهوش سكر ومن غير كافيين. الناس اللي بتعاني من الارق او الناس اللي عندها مقاومه انسولين او السكر بتاعها عالي هينفعهم قوي المنتج ده. المنتج ده كله على بعضه ما فيهوش كالوريز، يعني المنتج ده كله يعني كانك تشرب شويه ميه. حلو قوي، الصودا فيها معتدله، طعم الكولا جامد قوي. الاستيفيا مش مديني افتر تيست، وده هو ملخص التجربه بتاعت الجرين كولا. الجرين ليمون لايم ده من شركه جرين، ده عباره عن مشروب كولا بس بطعم الليمون واللايم. الناس اللي مش عارفه اللايم، الليمون بتاعنا عادي الاصفر، اللايم ده عباره عن ليمون اخضر صغير بس هو مش متاح عندنا في مصر. هو المفروض ان طعمه بيبقى حامضي اكتر كده، فهندوقه مع بعض ونشوف طعمه. انا عاجبني قوي التصميم بتاع الكان، والميزه كمان ان هو معمول بسكر ستيفيا، يعني مناسب قوي للناس اللي عامله دايت او الناس اللي عندها سكر عالي او بتعاني من السكر او عندها مقاومه انسولين. ده لونه شفاف خالص، والمفروض ان هو متحلي بستيفيا، فهنشوف بقى فيه طعم سكر ولا لا. هو ما اختلفش كتير عن الليمون العادي، بس هنا التيست بتاع او الطعم بتاع الاستيفيا، سكر الاستيفيا فيها افتر تيست صناعي كده مش عاجبني خالص، فهي تجربه مش لذيذ يعني، ما اطلبوش تاني. حتى انت بتعمل دايت وبتاع وفاكر ان هو مثلا ممكن يكون طعمه زي السبرايت او طعمه حاجه كده، لا هو الطعم مش قريب، وده ملخص التجربه. لو حد جربه ممكن يكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. ده كده الفيديو بتاع اغرب المشروبات المستورده. زي ما قلنا احنا جربنا كل واحد وطعمه عامل ازاي. هجيب لكم دلوقتي افضل 3 دقتهم عجبوني، واسوأ 3 واكتر واحد عجبني من وجهه نظري. اول حاجه في ال3 اللي عجبوني هو الكاندي كان بطعم الكوتون كاندي. عايز اقول لك انها تجربه جديده جدا. عجبني ميكس ان هم قدروا يحطوا غزل البنات او تيست بتاع غزل البنات في الكاندي، طعمها حلو جدا، انصحك ان انت تجربها. كمان عجبني قوي الموجو فراوله، الميكس بتاع الفراوله مع جيلي الجوز الهند هو اكتر ميكس كان عاجبني اكتر من الاناناس ومن الاورنج والبرتقال، الحاجات البرتقال والمانجا. طعمه حلو قوي، اكتر ميكس. لو عايز تجرب الموجو هتجرب الفراوله بجيلي جوز الهند. تالت اكتر حاجه عجبتني وهي الجرين كولا اللي هي نو شوجر نو كافيين نو كالوري. عجبني قوي فكره انها اقرب حاجه قلتها لطعم البيبس، طعمها حلو جدا وما فيهاش اي افتر تيست للستيفيا. دول كده اكتر 3 عجبوني. دلوقتي اقول لكم اكتر 3 ما عجبونيش. اكتر 3 ما عجبونيش هي البارير دي، يعني طعمها كان وحش قوي، يعني
هي مش قريبه من اي حاجه تعرفها، يعني تجربه ما تحبش ان انت تجربها. بعد كده الجرين اللي هي بطعم البيشن فروت، طعمها حمضي قوي، يعني مش ذوقي خالص. يعني هيحبها الناس بتحب الحاجات الحمضيه اكتر، الناس تحب تمصمص في الليمون وعذاب الزيت والحاجات دي، عارف انت. انما انا ما عجبتنيش خالص. ثالث حاجه انا ما ركبش معايا خالص طعم الكريز مع الكولا، يعني طعم الكريز ما جاش معايا خالص مع الكولا. دول كده اكتر 3 عجبوني واكتر 3 مش عاجبيني. طيب بالنسبه لرايي الشخصي وبالنسبه للعمليه والمنطقيه بتاعت المنتجات، فاكتر حاجه هتكون عجباني هي الجرين كولا. يعني ممكن تكون الكاندي كوتون اللي هي بتاع الكوتون كاندي دي عجباني جدا، بس فكره ان هي بديل لحاجه، هي مش بديل، هي تجربه جديده. انما انت لو بتحب البيبسي جدا او الكولا وحشاك جدا وعايز تشرب، انا هنصحك بالجرين كولا دي، تحفه، ما فيهاش سكر، ما فيهاش كافيين، ما فيهاش كالوريز، هتشرب منها براحتك وطعمها حلو جدا، اقرب حاجه دقتها للبيبسي. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. استنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، وما تنساش تعمل لايك وتقول لي رايك في الحلقه في الكومنتات، وتعمل اشتراك في القناه. كان معاكم الدرش. هو مش وحش.